هاي، انتوا النهارده موجودين عندي في البيت. مش عارفه ان انا انزل الاستوديو موجود في مصر، ولفه طويله قوي عشان اعرف ان انا انزل اصور. مش عايز اتاخر عليكم، فاي ميد ذا ديسيجن ان انا هصور هنا. طبعا عشان انا موجوده في البيت فهتلاقوا في صوت كلب عمال يهوهو في نص الفيديو، هنلاقي في صوت عربيات كتير قوي، بس اتس فاين، كاننا قاعدين مع بعض في البيت. الفيديو النهارده هيكون بيتكلم على الريلز كده. الكورس او الفيديو يعتبر في مثابة كورس. هشرح لك فيه ازاي تكبري البيج بتاعتك باستخدام الريلز. هنتكلم برضو على ليه في شوية ريلز بتبيع، ليه في شوية ريلز مش بتبيع. فالفيديو هتاخديه كده هيساعدك في كل حاجة ليها دعوة بالريلز. قبل ما نبتدي، هلو، انا اسمي سارة القاهري، وانا بساعدك تكبري الانستجرام والتيك توك اكاونت بتاعك وتعملي محتوى يساعدك ان انت تبيعي وتجيبي النتيجة اللي انت عايزاها. انا عندي بودكاست اسمها سارة القاهري بودكاست، وعندي كمان عندي كل حاجة. عندي اليوتيوب شانل اللي انت موجودة عليها ديت، عندي تيك توك، عندي انستجرام، فتلاقيني موجودة في كل حتة. الريلز، ليه في ريلز بتلاقي ان هي it's doing very well، جايبالك نتيجة حلوة جدا جدا جدا، وريلز تانية ولا اي حاجة؟ الانستجرام ريلز تعتبر هي من احسن انواع المحتوى اللي بتنزليها عندك على الصفحة، علشان الناس متعودة ان هي تبقى قاعدة على انستجرام طول الوقت بتتفرج على فيديوهات. الصور دي كانت حاجة خلاص بتاعت زمان. مش معناه ان انتي مش هتستخدمي الصور في الاستراتيجية بتاعتك عشان تبيعي. احنا بنستخدم كل انواع المحتوى بتاعتنا على الصفحة بتاعتنا علشان نبيع، بس الريلز تعتبر هي من اقوى الطرق اللي تقدري انتي توصلي للفئة المستهدفة بتاعتك بشكل صح. طيب، السؤال اللي انا على طول بتسأله من الكلاينتس بتوعي، ازاي اعرف ان انا اكون فايرل؟ وليه في فيديوهات عندي الاقيها انا طلعت خلاص فايرل، وكونتنت تانية انتي مش فايرل خالص فيها، وبتلاقي ان انتي قضيتي 70 سنة قاعدة بتعملي البوست وفي الاخر وصلتي لشخصين 3. كلمة فايرل او كلمة ان البوست يبقى فايرل، انتي ديت حاجة ليكي كبزنس اونر مش المفروض ان انتي تبصي عليها. ليه بقى؟ لما انتي تو جو فايرل، اللي بيحصل ان انتي البوست انستجرام بيفهم this group of people عاجبهم المحتوى بتاعت الاكاونت ده، وبيطلعوا لعدد كبير جدا من الناس، علشان انستجرام بيفهم ان البوست حلو للعدد او الفئة المستهدفة ديت. اللي بيحصل بيكون ان انت لما ما يكونش عندك استراتيجية، بتلاقي ان انت البوست بتاعك بيتكبر ويطير ويطلع لناس كتيرة جدا، بس للأسف مش بيكونوا من الفئة المستهدفة بتاعتك. فالنهاردة عايزين نتفق مع بعض في الفيديو ده، بدل ما نبقى بنفكر انا ازاي اكون فايرل، عايزاكي تفكري انا ازاي هبيع وازاي هجيب نتيجة كويسة من المحتوى بتاعي. طيب، انت دلوقتي تعرفي منين ان انت عندك مشكلة في الاكاونت بتاعك، وتعرفي منين انت عندك مشكلة في الانستجرام ريلز بتاعتك؟ اول حاجه بتلاقي ان انتي بتمشي ورا الكومبيتيتورز. مثلا الكومبيتيتور بتاعك راح منزل بوست عامل كده، فانتي رحتي عملتي نفس البوست ولقيتي ان هو ما جابش عندك حاجه وعند الناس التانية جاب نتيجه. بتخشي تلاقي ان في مثلا اغنيه ترندنج، هاشتاج ترندنج، حركات ترندنج، تعمليها عندك على البيج، وبرده تلاقي ان انتي مش جايه عندك نتيجه. ليه بيحصل كده؟ بيحصل كده علشان انتي عندك على البيج بتاعتك بتكوني ماشية ورا الاستراتيجية بتاعت صفحة تانية، بتشوفي صفحة تانية ايه اللي بيحصل فيها وبتعملي او بتقلدي المحتوى بتاعهم. وحاجة انا على طول بقولها لكل الكلاينتس بتوعي، ان انتي مش معنى ان حاجة شغالة عند براند معين ان هي تشتغل عندك. ليه؟ احنا دلوقتي كل كاستمر بيفكر فيكي وبيفكر في الكومبيتيتور بتاعك بشكل تاني، فانتوا الاتنين في مخ نفس الكاستمر ليكوا perception مختلف، ليكوا طريقة مختلفة في التفكير عنكم. فلو انتي مشيتي ورا استراتيجية اي براند تانية هتلاقي ان الموضوع مش نافع معاكي، ولو اي براند تانية مشيت ورا الاستراتيجية بتاعتك هتلاقي ان الموضوع برضو مش نافع معاها. عشان كده هي ديت حلاوة الاستراتيجية، وعلشان كده انا لسه لحد دلوقتي ما عملتش كورس يعلمك ازاي تعملي استراتيجي، عشان انا عندي رول نمبر 1 في الكورسات بتاعتي، لما بتاخديه بيبقى معاكي بلان تطبقيها، وانا لسه شغالة على ازاي اقدر ان انا اعمل كده في كورس مسجل، تاخدي بلان تطبقيها تنفع لكل انديفيديوال لوحده. فعلشان كده مهم جدا ان انت تبقي فاهمة ان مش معنى ان انت طالعة بتقلدي المحتوى بتاع الناس التانية وبتشوفي الناس التانية بتعمل ايه والاغاني الترندنج عبارة عن ايه وبتعمليها ان انت مش هتجيلك نتيجة. هل انت ينفع ان انت تبيعي بس وانت بتنزلي انستجرام ريلز بس؟ الانستجرام ريلز تعتبر وسيلة باورفل جدا ان انت تقدري ان انت تبيعي من خلالها بشكل قوي من غير ما تبقي محتاجة كل الادوات التانية.
كل الانواع التانية من المحتوى، سواء الستوريز او الكاروسيلز او الصور اللي بتنزل لوحدها و كل دول تولز قوية جدا، ولما بتستخدميها مع بعض الدنيا عندك بتبقى حاجة تانية خالص. however لو انت استخدمتي ريلز بس وابتديتي كمان بالذات في الاول تعتمدي على ريلز بس، يبقى احنا كده تمام، ما عندناش اي مشاكل. السؤال طبعا اللي برضو بتسأله كتير جدا، ايه الفرق ما بين الاستراتيجية بتاعت الريلز والفرق ما بين الاستراتيجية بتاعت المحتوى؟ هل في فرق؟ استراتيجية المحتوى بتعتمد على ان انت بتستخدمي كل مساحة وكل نوع بوست وكل حاجة عندك على الصفحة علشان تبيعي وتبعتي رسائل محددة بشكل قوي جدا. استراتيجية المحتوى بتتكلم على الصفحة بتاعتك ككل. استراتيجية بتاعت الريلز بتقولك ان انت عندك انواع معينة من انواع الريلز، وبتقدري ان انت من انواع الريلز المختلفة بتفهمي ايه الرسائل اللي انت عايز تبعتيها للفئة المستهدفة بتاعتك، وبتحطيها تحت الامبريلا بتاعت كل نوع من انواع الريلز، وبتعملي المحتوى وبتجيبي منه نتيجة. فلما بيكون عندك استراتيجية للريلز بس، بنبقى مركزين على انواع الريلز المختلفة والرسائل المحددة بنترجمها لريلز. بعكس لما يكون عندك استراتيجية محتوى للصفحة بتاعتك كلها، بتبقى عندك رسائل مختلفة، بنبتدي ان احنا نحدد لها انواع مختلفة، وبنبتدي ان احنا من الانواع دي بنحدد لها انواع بوستات مختلفة، وموضوع كبير جدا. فاستراتيجية الريلز بتبقى استراتيجي ابسط من الاستراتيجية بتاعت المحتوى كامل. حاجة كمان أنا بحب أبتديها جدا، بالذات لما كلاينتس عندي يكونوا لسه مش عندهم بادجت ومش عندهم وقت إن هم يعملوا استراتيجية للصفحة كاملة، بحب أبتدي على طول باستراتيجية الريلز، عشان ديت أنا عارفة إن هي هتجيب نتيجة كويسة من الأول، هتجيب لنا ريزلتس هنقدر إن إحنا ننطلق بيها وبعد كده نبني عليها. طيب، هل أنا دلوقتي علشان الريل بتاعي ينجح انا المفروض ان انا ابص على ايه؟ زي ما اتفقت معاكي في اول الفيديو، عايزاكي تبصي على السيلز، المبيعات بتاعتك. احنا زي ما اتفقنا عندنا انواع مختلفة من انواع الريلز، وكل نوع ريل بنعمله بيبتدي ان هو يصب في الريل اللي بعده، فبتبتدي ان الكاستمر بتاعتي ببني مشاعر معاها وبنحب في بعض، ويبقى في ريليشن شيب ما بيننا وما بين بعض. انا دلوقتي لو عايزة ان انا اعمل ريلز صح للصفحة بتاعتي، لازم اخد بالي من كذا حاجة. اول حاجة لازم ابقى عارفة ان انا مش فارق انا هصور بالتليفون ولا هصور بالكاميرا، مش فارق انا هنزل 1,000,000 مرة في الاسبوع ولا هنزل مرة في الاسبوع. طيب ايه هو اللي فارق؟ اللي فارق زي ما انا على طول بقول في كل الفيديوز بتاعتي، ان انتي تكوني عاملة محتوى مناسب للفئة المستهدفة بتاعتك. فدوت معناه ان انتي لازم تبقي فاهمة ازاي تترجمي المحتوى بتاعك. فمثلا انا عندي الكوبايه دي، انا عايزه اقول للكاستمر بتاعي ان الكوبايه دي شيك جدا. هعمل كده ازاي؟ هبتدي ان انا اشوف الكاستمر بتاعي اصلا مهتم بايه، مهتم بالديزاين بتاع الكوبايه، مهتم بلون الكوبايه، مهتم بالماتيريال بتاعت الكوبايه. فهشوف الكاستمر بتاعي مهتم بايه، وابتدي ان انا هعمل له ريلز بانواع مختلفه، بحيث ان الكاستمر بتاعي يحس اوكي انا فهمت ان الكوبايه ديت الماتيريال بتاعتها مثلا فخار. فدوت معناه ان انت مش لازم تبقي طالعه تجري ورا ترندز، مش لازم تبقي طالعه بترقصي مش لازم كمان تبقي طالعه بتوري وشك، انت بس بتركزي على المنتجات بتاعتك وبتوريها بشكل صح في البيج بتاعتك. انا الكلاينتس بتوعي لما بنشتغل مع بعض بنبتدي ان احنا نبص على حاجتين. لو انت عندك بيرسونال براند، يعني انت طالعه بوشك وطالعه بنفسك ومش بتبيعي حاجه، انت بس عايزه تبقي انفلونسر، ببص ساعتها على ارقامك والريتش والانجيجمنت بتاعتك. بس لما انت يكون عندك براند، انا مش ببقى عايزه اكبر لك الصفحه بسرعه، انا ببقى عايزه اشوف لك انت ايه هو نوع المحتوى اللي بيشتغل معاكي كويس، وبعمل لك ريلز تبيع لك. فاون افريج انت لما البوست بتاعك يوصل من 1000 ل 5000 مشاهده، انت كده زي الفل في المبيعات، مش محتاجين اكتر من كده علشان نبيع. عشان انت هتلاقي ان انت الريل الواحد لو انت عامله استراتيجيه صح وماشيه بستراكتشر صح، هيجيب لك تقريبا 11 اوردر. ولو انت مش هي ديت الارقام اللي بتحصل لك دلوقتي، يبقى احنا عندنا مشكله في الاستراتيجيه بتاعت الريلز بتاعتنا، عشان زي ما بقولك الريلز بتبيع وبتبيع كويس قوي. دلوقتي انت لو عايزه ان انت تتعلمي ازاي تعملي انستجرام ريلز، تعملي ايه؟ انا عامله اول كورس موجود في الشرق الاوسط وافريقيا الانستجرام ريلز لينا احنا هنا. الكورس ده بيعلمك ازاي تعملي محتوى ريلز للمنتجات بتاعتك، يساعدك ان انت تبيعي المنتجات بتاعتك كويس. الكورس دوت معمول للناس اللي عندها منتجات فقط، والكورس دوت بيعلمك
الاستراتيجية بتاعة الريلز. انا في الكورس مش مركزة على تصوري ازاي والحركات اللي هي هنعمل اديتنج على انهي ابلكيشن. الاديتنج دوت انت لو دخلتي على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا فور فري بتعلمك ازاي تعملي اديتنج وبتقولك هنصور ازاي مش هنصور ازاي. بس الاستراتيجية دي مش هتلاقيها موجودة في حتة، بالذات لما هي تبقى استراتيجية معمولة ليكي انت مخصوص في الريجن اللي انت موجودة فيها. الكورس دوت هيعلمك ازاي تعملي استراتيجية للريلز بتاعتك، هيعلمك ايه هي الاساسيات والحاجات اللي تركزي عليها، هيعلمك امتى تنزلي بوست عامل ازاي، هيعلمك تبصي على ارقام الريلز بتاعتك وتفهمي هل انا ماشية كويس ولا لا، هيعلمك ان انت مش محتاجة تجري ورا الترندز علشان تجيبي نتيجة، هيعلمك طبعا ازاي تصوري، وهيعلمك ازاي تعملي اديتنج. بس ده بصراحة سكشن واحد بس بظبط لك كده، يلا هنطبق مع بعض. بس الكلام التقيل بتاع الاستراتيجي هو دوت اللي مش هتلاقيه موجود في حتة تانية. انا الكورس دوت عشان هو اول واحد ينزل عندنا في الريجن، وعشان انا متفهمة ان انت عندك سمول بزنس لسه في الاول، انا بصراحة منزلاه بسعر اقل، وهبتدي ان انا هرجعه لسعره الاصلي اخر الشهر. وعامله لك كمان اوفر ان انتي هتاخدي فري سيشن معايا لايف مع كل الناس اللي واخده الكورس دوت الشهر دوت بس، ومش هعمل كده تاني. الكورس دوت كمان حلاوته ان انتي مش بتخشي على الويب سايت وتحضريه وخلاص، احنا هيبقى عندك سكشن هنبتدي ان احنا هنفتحه مع بعض. اول اسبوع هتشتركي في الكورس، سكشن نمبر 1 هيفتح لك، وهتبتدي ان انتي هتاخدي جزء من الكورس وهيديكي واجب في اخر الاسبوع. كلنا مع بعض على الويب سايت هيبقى عندنا حاجه اسمها البورتال، بنشارك مع بعض التاسك اللي احنا عملناها، وانا هكون موجوده معاكي على الويب سايت هساعدك فيها كمان. بعد كده الاسبوع اللي بعده هيبقى عندنا سكشن 2 و3 و4 وهكذا، والسكشنز هتبتدي ان هي تفتح مع بعض. اكتر حاجه بحبها في الكورسز بتاعتي اللي انا بعملها بالشكل ده ان انت كمان بتتعرفي على بزنس اونرز تانيين وبتشوفي هم بيعملوا ايه، فبتلاقي ان انت لو انت في حاجه واقفه معاكي مثلا مش عارفه ازاي تصوري البرفيوم بتاعك، او مش فاهمه حاجه عن البرفيوم مثلا بتاعك، لو انت بتبيعي برفيومز هتلاقي حد تاني بيبيع برفيومز بتشارك الاكسبيرينس بتاعتها وهكذا. فانت كمان بتبني كونكشنز مع ناس في نفس الليفل بتاعك عندها نفس الخبرة بتاعتك أو أكتر، وبتساعدك، وبيبقى عندك كمان صحاب عندهم بيزنس، في الموضوع بيديكي سبورت حلو قوي. لو عايزة ان انتي تشتركي بالأوفر وتحضري كمان معانا الفري سيشن، خشي على اللينك اللي موجود تحت في الديسكريبشن، وانتي بتشتري الكورس اكتبي الكود Y223، أنا سايبهولك هنا على السكرين. الكود دوت هيقول لي ان انتي جاية من اليوتيوب فيديو ده، وهيدخلك على الأوفر بتاع الفري سيشن. فانزلي تحت والحقي اشتريه، وقولي لي تحت في الكومنتس انت ايه هي اكتر حاجة شايفاها بالنسبة لك تعتبر ستراجل في الانستجرام ريلز بتاعتك.